السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي خروجة العيد هحكي لكم عنها وعن كل تفاصيلها. بس الاول هنعمل الجلاش ده مع بعض. الجلاش من اسهل الاكلات اللي تعملها بسرعة. لو انت عايز تعمل اكلة سهلة وسريعة هي الجلاش، مفيش اسهل من كده. طلعت اللحمة من الفريزر، بس كنت مطلعها قبلها ب5 دقايق، كان المفروض اطلعها قبلها بشوية كتار بس نسيت. المهم طلعتها قبلها وكانت لسه جامدة، فحطيتها على النار في شوية زيت ووطيت عليها. بقيت اقلبها كل شويه لما اللحمه فكت، وبعدين حطيت البصله، وبعدين حطيت طماطمايه واحده وفلفلتين. الفلفله دي حطيتها عليها كمان واحده، وقطعتهم وحطيتهم برضو مع البصله مع اللحمه المفرومه، وبعدين ملح وبهارات. قلبت كل المكونات كده على بعضها لما كل حاجه استوت، وبعدين حطيت الملح والبهارات زي ما قلت لكم. ده جزر، كان عندي برضو جزر مفروم، حطيت برضو شويه. لو عندك جزره او نص جزره حتى، الخضار دون بيخلي اللحمه حلوه قوي، وكمان بيزود اللحمه كده وبيخليها كتير. حطيت فلفل اسود ودو بهارات لحمه وكاري في الاول، وبعدين الملح. الملح دايما تحطيه اخر حاجه. و5 دقايق وطفيت عليها. دي تعصيجة اللحمه بتاعت الجلاش. دي الصينيه بقى اللي انا هعمل فيها الجلاش. حطيت شويه زيت كده زي ما انتم شايفين في قاع الصينيه، وبعدين حطيت الجلاش واحده واحده، وبين الجلاشه والتانية زيت. هوريكم دلوقتي ازاي، اكيد انتوا عارفين برضو وبتعملوه. حطيت كده، لازم تساوي الجلاشه كده وما يبقاش فيها حاجه معوجه. بعدين تحط الزيت، ممكن تجيبي مطبيه وتحطي فيها زيت وتطلع كده بالفرشه وتحطي، او حاجه ما بتنزلش زيت كتير. انا كان عندي الحاجه اللي بتنزلش زيت كتير دي. احط كده واسوي كل حاجه واظبط كل حاجه، وارجع احط ورقه بورقه والف الصينيه واظبط من جميع الجوانب. حطيت اللايك وعملت الاشتراك، تتكي على الاشتراك وتفعلي زر الجرس، هتلاقي جرس قدامك تتكي عليه عشان يوصلك كل جديد. واللي لها اي تعليق يا ريت تقولي. عملته بالطريقه السهله دي، مفيش اسهل من كده. ترصي الورق وتحطي بين ورقه والتانية شويه زيت صغيرين. نص الجلاش ده كان تقريبا 3/4 كيلو جلاش، واللحمة كانت نص كيلو لحمة، وحطيت عليها الخضار. الخضار بيديلها طعم وبيخليها كتير. وظبط كده. في ناس بتسألني انت قبضت من اليوتيوب ولا لا. انا بقالي تقريبا سنة في اليوتيوب، بس لسه الشروط عليها حاجة بسيطة كده. اليوتيوب ليه شروط يا جماعة، اللي ما يعرفش فيه شروط لازم اكملها عشان اقبض. وبعد ما اخلص الشروط مش هقبض على طول، هقعد شوية برضو كتير عقبال ما ربنا يفرجها. برضو ما فيش حاجة سهلة. في ناس كتير بتبص لليوتيوب ده على انه فلوس. لا، هو ممكن يبقى فلوس بس مش في الاول. تقعدي سنة واتنين وتلاتة عقبال ما الناس تعرفك ويبقى لك جمهور ده انت تقبضي. انما في الاول تقريبا لا، محدش بيقبض من اليوتيوب الا لما يقعد كام سنة على ما يتعرف وعلى ما الناس تعرفه. مش من الاول. الناس اللي بتقعد تسأل على الفلوس دي وقبضتي على فكرة انا بزهق من السؤال ده. حطيت في النص اللحمة المفرومة مع الخضار، وهكمل بقى بقية الجلاش كده بالطريقة دي. زيت وجلاش، وممكن ورقتين مش ورقة واحدة يعني، زي ما بتيجي في ايدي، ورقة واحدة او 2. بس بعمله بالطريقة دي، مش كل الورق متساوي. بجيب بخليهم مختلفين كده عشان الصينية تتملى جلاش. بلف الورقة عكس التانية زي ما انت شايفة كده. ده اسهل اكلة بحبها عشان سهلة، وبرضو تغيير. مش بعملها كتير بس هي حلوة من باب التغيير. ما تنسيش اللايك والاشتراك، واللي عندها تعليق حلو يا ريت. الكلمة الحلوة صدقة. بتبسط اوي والله بتعليقاتكم، دايما بيجيلي تعليقات حلوة بتحفزني وبتخليني عايزة اعمل لكم حاجات كتيرة وحاجات جديدة. بعد الفيديو ده بتاع الجلاش ما يخلص هيجيلكم انا عملت ايه في العيد. الفيديو بتاع العيد ورا على طول في نفس الفيديو ده
خرجنا انا وهنا. هنا في سنة تالتة، هي اللي شجعتني على الخروج، مكنتش عايزه اخرج وكنت مكسله. بعدين هي قالت لي لا انا اصحابي خارجين وعايزه تخرج، فخرجت انا وهي قبل اصحابها ما يجوا. كانت مكشره ومبوزه، ولما اصحابها يجوا اتبسطت قوي وضحكت وبقت واحده تانية. كل ده هيظهر معاكم في اخر الفيديو، هقول لكم على كل حاجه بالتفصيل. وطلبنا اكل والاكل غاب علينا. في مطاعم كده عندنا بتبقى حلوه، بتجيب الاكل سريع واكل حلو واكلها مشبع، وفي مطاعم بتبقى غاليه وبيغيبوا قبل ما يجيبوا الاكل والاكل مش حلو. فبنقعد نقول لبعض الكلام ده، المطعم الفلاني هو اللي حلو والمطعم الفلاني اللي حلو. ففي مطاعم حلوه بس مفيش فيها العاب اطفال، تفرق بقى في كده. واحنا بقى بنروح المطاعم اللي فيها العاب اطفال عشان اولادنا، احنا بنخرج اساسا عشان ولادنا. وبعد العيد خرجوا برضو خروجة العيد وعايزين يخرجوا والله تاني برضو بيزنوا. ده حتى بيقولوا لي عايزين نروح حمام السباحه. بقول لهم الجو لسه بارد، حمام سباحه ايه؟ وده الجلاش بعد ما خلص. ايه رايكم؟ اكله سهله وسريعه، مفيش اسهل من كده. ده بقى لما خرجنا احلى حاجه. البنت دي بنت صغيره على فكره، شاكه ان هي لسه في المدرسه، ممكن تبقى في تانية ثانوي، في تالتة ثانوي. اللي بترسم دي بنت صغيره بس ما شاء الله موهوبه. عجبني الرسومات بتاعتها وقعدت اصورها. حبيت اشوف هي بتعمل الرسومات دي ازاي. أنا فكرت الاول ان هي طبعه وحطيتها على الوش، لا لقيتها هي اللي بترسم. دي رسمه هي اللي عاملاها من الاول للاخر. وركبت بقى واتبسطت اهي، ركبت اللعبه دي. كل شويه اقول لها هنا واشاور لها، وهي مع اصحابها مندمجه قوي، مش عايزه حتى تبصيلي. في اخر الفيديو وهي كانت بقى قبل اصحابها ما يجوا، حبيت اوريلكم الفرق بين ما كانت مع اصحابها وقبل اصحابها ما يجوا. دي وهي لوحدها كانت مبوزه ومكشره.